شخصين بينظفوا مستنقع في مدينة مانيلا الفلبين سنة 2016 بالصدفة شافوا برميل أزرق وفيه فتحة. الفتحة دي شافوا جواها دراع بشري. وقتها طلبوا خفر السواحل اللي بدوره فتح البرميل ولقوا جواه جثة لسيدة مربوطة رجليها وإيديها وفي كيس مغطي راسها وكانت من غير ملابس، ده غير الحبل اللي حوالين راسها. اتضح إن الجثة لسيدة اسمها أدورا عمرها 56 سنة. ابن السيدة دي بيقول إن أمه كانت عاملة إعلان لبيع البيت، ولما جالها مشتري قالت لابنها إنها تقابله في أحد المولات. الكلام ده كان يوم 6 ابريل الصبح. مر اليوم لحد العصر والام مش بترد وابنها ما يعرفش عنها اي حاجه، عشان كده في نفس اليوم بلغ الشرطه باختفائها. بعدها تم الاشتباه بمجموعه من 5 اشخاص، وللاسف كان فيهم 3 من ضباط الشرطه عاملين زي عصابه واعترفوا فعلا بقتلها، ولكن قالوا انهم قتلوها لانها شافت واحد منهم وعرفت انه جارها اللي كان ساكن جنبها، فقتلوها عشان ما تفضحوش. وللاسف ما فيش اي معلومات عن اتحكم عليهم بايه وانها كانت هتفضحهم ليه. فالمره الجايه لما تعمل اعلان لبيع شقتك ويجي لك مشتري ما تروحش لوحدك. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. سلام.